لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لمتابعة أخبار المملكة المغربية الشريفة. عرفت مناطق عدة بالمغرب أمس السبت واليوم الأحد تساقطات مطرية رعدية جد قوية مصحوبة بحبات البرد وهبات الرياح. من المرتقب أن تستمر إلى اليوم الاثنين، إذ أصدرت مديرية العامة للأرصاد الجوية نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر. بهذا الخصوص قال الحسين عابد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز والماء: منذ يوم الجمعة شهدت مناطق الجنوب وجنوب شرق البلاد ومناطق الأطلس تأثيرا قويا لكتلة هوائية مدارية غير مستقرة بشكل كبير، نتيجة للوضع الاستثنائي للجبهة المدارية فيت في مناطقنا الجنوبية. وشرح يعابد أن الأمر تسبب في صعود كتل هوائية مدارية رطبة نحو الشمال ولقائها مع كتل هوائية باردة قادمة من الشمال، مما أدى إلى تكون سحب غير مستقرة وعنيفة تسببت في عواصف رعدية قوية وهطول أمطار غزيرة أدت إلى تشكل سيول بعدة مناطق من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأطلس. وحسب المتحدث ففي يوم الجمعة تم تسجيل أكثر من 47 ملم من الأمطار في ولزازات في أقل من 3 ساعات، كما سجلت تساقطات مهمة خلال 24 ساعة من 6 صباحا من يوم السبت إلى 6 صباحا من يوم الأحد، بلغت أقصاها في تاغونيت بإقليم زاغورا حيث سجلت 170 ملم. كما سجل في إقليم الرشيدية إتستاوس 46.4 ملم، إركيساني 45.8 ملم، وفي إقليم طاطا أقا 50 ملم، وفي زاغورا 65 ملم، وفي فيجيج تل سنت 83 ملم، أبو الحاح 84 ملم. أما في إقليم تيزنيت فقد سجلت أفلا غير 80 ملم، وفي إقليم ورزازات أمزري إيمينولان 30 ملم، تيدلي 30 ملم. وأضاف يعابد أن هذه الزخات الرعدية صاحبتها رياح قوية أثارت الغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد وكذلك في مرتفعات الأطلس. واليوم تم تسجيل هبات قوية من الرياح حيث وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة في ورزازات، 81 كيلومتر في الساعة في الرشيدية، 76 كيلومتر في الساعة في مراكش، 72 كيلومتر في الساعة بميدلت، و65 كيلومتر في الساعة في النواصر. وتابع مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هذه الرياح العاتية تسببت أيضا في إثارة الغبار مما جعل السماء تبدو بلون برتقالي، وهو نتيجة ظاهرية بصرية تنتج عن انتشار الضوء على جزيئات الغبار العالقة في الغلاف الجوي، حيث تحجب الجزيئات الألوان مثل الأصفر والأخضر والأزرق، مما يسمح بمرور اللونين الأحمر والبرتقالي فقط، مما يعطي السماء هذا اللون الفريد. وبخصوص التوقعات الجوية للأيام المقبلة قال يعابد: من المتوقع اليوم الأحد أن تستمر سحب الغير مستقرة المصحوبة بزخات رعدية معتدلة إلى قوية في مناطق الأطلس وسفوحه الشرقية، الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية. ومن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا صباحا على السهول الوسطى وشرق الريف مع زخات مطرية متفرقة، كما ستستمر هبات الرياح نوعا ما على السواحل الجنوبية. ويوم غد الاثنين من المتوقع أن تضعف حدة عدم الاستقرار مع طقس غائم جزئيا وأمطار وزخات رعدية متفرقة على الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون هناك سحب منخفضة وتشكيلات ضبابية صباحا وليلا على السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، مع درجات حرارة نهارية في ارتفاع على مستوى البلاد. وتوقع يعابد بالنسبة ليوم الثلاثاء أن تستمر الزخات الرعدية المحلية التي ستقتصر على جنوب الأقاليم الصحراوية مع سحب منخفضة كثيفة صباحا وليلا وهضاب الفوسفات والسواحل الوسطى.
وأن يكون الطقس غائما جزئيا مع أمطار خفيفة متفرقة على جنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون درجة الحرارة نهارا في انخفاض طفيف بمعظم مناطق البلاد.